بعد ما كابتن جوهري قدر يوصل منتخب مصر المونديال 90 اتعرض لهجوم كبير جدا، مع انه عمل اللي محدش قدر يعمله وفك العقدة والسحر الاسود اللي كان معمول، لكن برضه ما سلمش من الناس. بالرغم من كده اتعرض كابتن جوهري لهجوم كبير جدا بعد المونديال، وقال لك ان كابتن جوهري هو السبب في خسارة منتخب مصر. حاجة كده زي اللي بيقولك خير تعمل شر تلقى. والحقيقة المرة بقى ان كل ده كان بسبب نجاح الجوهري اصلا، وزعل الجمهور من مباراة منتخب مصر قدام اليونان الودية واللي اتغلب فيها منتخب مصر 6-0، وطلعوا ومطالبتهم بان الجوهري لازم يستقيل، وده ما كانش نابع من جواهم قوي. ولو تفتكر في الوقت ده كانت احداث الخليج والشعب كله كان متوتر، بس هنقول ايه، كره الشارع لنجاح الجوهري كان هو السبب في كل ده. طب هي دي اخرتها بعد ما كابتن جوهري بذل كل المجهود ده؟ والحقيقة ان وقتها الراجل عمل خطة مميزة جدا، وعشان خسر ماتش ودي يحصل معاه كل ده. الفكرة بقى ان الهجوم على الجوهري جاب نتيجة، وفعلا تمت اقالته، وفضلوا يفكروا يا ترى هنجيب مين بداله. وجه وقتها المدرب الالماني اللي اسمه فيتسا، واللي لو تفتكر انه كان موجود في الاهلي ومشي، وده طبعا بعد ما الدوري اتوقف بسبب المونديال. فيتسا ده عمل نتائج كويسة جدا في تصفيات افريقيا، وقدم افكار مختلفة وجديدة، واعتمد اكتر على الخطط الهجومية. وتعادلنا وقتها مع تونس 2-2، وسجل الهدفين وقتها كابتن ابراهيم حسن واحمد رمزي. اتحاد الكرة وقتها ما كانش متوقع خالص النجاح اللي حققه فيتسا، وطلبوا منه كمان يشرف على المنتخب الاولمبي، واللي ما كانش فيتسا يعرف عنه اي حاجة، ولا كان مشارك في دورة الالعاب الافريقية في مصر. وللاسف كان اتحاد الكرة السبب في فشل فيتسا، لانهم دبسوه في حاجة ما يعرفش عنها اي حاجة، وبيتحاسب على لعيبة ما يعرفهمش. وتمت اقالته في شهر نوفمبر سنة 91، وده كان قبل بطولة افريقيا بشهرين بس. طبعا مش قادر اقولك على الحيرة اللي فيها اتحاد الكورة وهو قاعد بيفكر هيجيب مدير فني جديد ازاي. حاجة كده في منتهى العبث. تقوم وقتها ووسط كل ده رئاسة الجمهورية تمنح كابتن جوهري وسام الرياضة، واخيرا اعترفوا بدور الجوهري. ولكن بعد ايه؟ وبعد سنتين من تأهلنا لكأس العالم، وفجأة كده ومن غير اي مقدمات يختار اتحاد الكورة كابتن جوهري عشان يدرب منتخب مصر لكأس افريقيا 92، وده كان قبل شهر واحد بس من البطولة. ما بلاها مدير فني وخلاص.